صباح الخير، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. صباح المطر. اليوم قعدنا الصبح لقينا الدنيا تمطر، هي صراحة نباح الليل كليته تمطر. نسمع بالليل مطر ورعيد طبعا، وهو صار كلش قوي. وان شاء الله ان شاء الله مطر خير علينا وعليكم. اكيد اول شيء نبدي بيها الصلاة على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم بنات نص الفيديو خليت لكم اياه بالصوت مالته، حتى بصوت المتنفس شوي نصيته، ما خليته صوته عالي. حبايبي اليوم ان شاء الله الفيديو يعجبكم. قلت لكم قعدنا الصبح لقينا اكو مطر، بس عادي الحياه مستمره، واذا مطر فيها صراحه انا عجينه الخبز مشاركتكم به. راح اشارككم الغداء واشارككم التنظيف، وعندي شويه تنظيفات همه بالمطبخ. راح اطلع الميز والكراسي اغسلهم برا، لان احلى شيء بالميز والكراسي اللي جبتهن اني بلاستيك على مود شنو، بسهوله طلعهن واغسلهن برا. احلى ما بالموضوع انه اقدر اغسلهن برا، لان انا عندي اهم شيء النظافه، وبنات ذني بيض فيحتاج لهم هواي غسل. طبعا اول شيء طبيت غرفتي. بنات دخلت هاي قنفه من القنفات خليتها بغرفتي. طبعا هاي القنفه خلتها اقعد عليها اخلي الموبايل مالتي وارد على تعليقاتكم الحلوه. على طار التعليقات الحلوه، راح ارد على ابنيه. طبعا خطيه هواي قاعد تعلق لي، بس انا والله بنات من امنتج انسى المقطع. حبايب بنية عندها بنتها مريضة، الله يشافيها إن شاء الله ويعافيها بحق محمد وآل محمد. معاقة، عمرها 5 سنوات، اسمها طيبة. ادعوا لها بنات، وإحنا إن شاء الله راح ندعي لها. وطبعا تعرفون انتو دعوة 40 مؤمن إن شاء الله مستجابة، إن شاء الله شافيها بحق محمد وآل محمد. ما تتخيلون أنا مرتي انقطعت التصوير على مود أروح أطلع أنا ما أخذت لها لقطة شاشة على مود أطلع الاسم مالتها، والله حتى نسيت الاسم مالتها خطية. شوفوا هنا حبايبي انا شنو سويت. طلعت ذن الكراسي ملاتي، لقيتهن شويه صاير بيهم مثل ما تعرفون دائما الهاي مال الايد من يسحبونه من يرجعون الكرسي يوقع عليه مال اكل، هاي السوالف. فالمسح اذا دائما مسح فما يروح كل الوساخه البيه. فاليوم شنو قررت اطلعهن برا، مع انه هي اليوم الدنيا ماطره، وهي اليوم اللي شو اسمه الجو مرطب، وهي القاع اصلا مبلله يعني مال الطرمه. طبعا هان كنت غاسله الهدوم مال الجهال مال المدارس مثل ما شفتوا، كان دوامهم ظهري. انا من منتجت لكم المقطع هم راحوا للدوام. ماشي حبايبي. طلعتهن شريتهن انا مدخلتهن جوا بالليل، احنا عرفنا بالليل الدنيا راحت تمطر لانه كلش غدت. بالليل قام يعني صار رعيد وقامت تنقط شويه بالليل، فعرفنا راح تمطر فدخلتهن. بس هسه هنا شنو سويت اني؟ صحيح هي مغيمه بس ماكو مطر حاليا. طلعت الفراشات مالتنا، ورجعت شريت الملابس مال الجهال برا مال المدارس. قلت لكم غسلت ذن الميز والكراسي. هذا الميز بنات مو مالت المطبخ، هذا الميز الثاني. خوش حقه. هذا الميز الثاني، هذا بنات هذا الميز راح اخلي وياه كراسي 2، راح اخليه بالطرمه يفيدني كلش، يفيدني اذا قعدت اشرب قهوه اشوف تعليقاتكم يعني على الموبايل مالتي. كلش احتاج ميز برا وكراسي وياه 2 بس. فانا هنا بالمطبخ شو مسويه؟ خلى اكثر شيء هسه كراسي 2، ما خلى هواي كراسي يعني 2. انا هسه خلتهم بالغرفه، بس انا هسه هنا لا، راح اغير، راح اخلي ميز وكراسي بالطارمه. هنا حبايبي اليوم مع انه الجو بارد، فالجو البارد شنو يحتاج له الحبايب؟ اليوم يحتاج له سمك مك سمك مك على قولة هاي. جاب لنا ابو علي ذن السمكات اللي خضلن. طبعا هنا راح انظفهن، طلعتهن هم بالطرمه. مثل ما شفتوا فتحتهن ونظفتهن وجلفتهن هنا جلفه معدله، زفرتهن والوساخه هاي مالتهن وهاي السوالف والقشور كلها برا. واصلا انا ما دخلتهن للبيت خلاص، لانه شنو انا الطباخ مالتي مثل ما تعرفون برا، فشنو راح اقليهن برا. هنا غسلتهن غسله معدله، وراح اخليهن بالصينيه هيك شويه على ما اني اهيئ الطاوه مالتي والدهن مالتي وهاي السوالف. هنا اليوم انا بنات شنو راح اخلي عليهن؟ طبعا انا دائما من اقلل سمك او نشوي بالله الشوي نخلي له صلصه، بس بالقلي ما اخلي نهائي بس ملح، لان هنا ما يقبلون اخلي له البهارات وهاي السوالف. اليوم قلت انا دا اغير. ماشي حبايبي. اليوم قلت دا اجرب اخلي له اليوم شويه كركم وشويه بهارات مشكله، ونشوف الطعم مالته. انا صراحه ابو علي دائما مني هاي قل لي لا تخلي له اي بهارات. تعرفون التوم وكل هذا يعني يحبونه، اكو بيهم يحبوه هيك بهارات واكو بيهم ما يحبوه. ابو علي دائما يقول لي خلي له بس ملح، كل شيء لا تخلين عليه، حتى طحين ما يخلينا خلي عليه. بس انا قلت اليوم خلي شويه اغير ونشوف شنو الطعم مالته.
ماشي حبايبي. هنا طبعا مثل ما تشوفون غسلتهن جلفتهن جلفه معدله، وخليتهن هنا فرشتهن بالصينيه، وراح اوشلهن هم بصينيه ثانيه. ما اريد يظل بيهن مي على مود شنو من تقليهن ما يظل يطفر عليك الدهن. اذا توشلن كلش من المي ما راح يطفر دهن حيل. شوفوا هنا بنات راح اخلي هنا الملح، وخليت لنا شويه كركم وشويه بهارات مشكله. وطبعا هنا راح اخلي الدهن غزير تقريبا. انا درت يعني شكل لكم نص البطل، نص البطل درته على مود شنو اللي تقلاه مالتهن. راح تصير حين راح يتقلن، يعني اذا دهن وايد يتقلن احسن من ما دهن قليل. حبايبي دائما انا مشاركتكم بالتمن الاحمر. شلون طريقتي بالتمن الاحمر؟ انا اسوي بزل. اليوم ايش قلت لا والله اليوم هم دا اغير. انا ليش هيك اسوي بزل؟ خل اسوي كبس واجرب. مع انه هذا التمن هندي مو تمن الحصه، يعني مو تمن الوجبه، ما معقوله راح يخرب عندي. فقلت انا صراحه ما ناويه اصور، بس قلت لا والله خل اصوره. صار تمن احمر، صار ما صار، هو الظاهر يصير شوربه. هو لا شوربه ولا تمن احمر اليوم يصير. بس والله بنات ما احكي لكم على الطعم مالته، وصار تمن يخبل، تمن نثري. انا طبعا من شفته هنا خفت من عنده، قلت يا ستار يا رب على هذا المنظر، هذا راح يصير شوربه. بس لا، خليته على نار هادئه مثل ما تشوفون. هنا انا نصيت النار مالته بعد ما خلص المي مالته، يعني من قام هيك يبقبق يطلع هاي الفقاعات من عنده. قلت خل انصي. طبعا نصيته بنات على نار هادئه كلش. وما احكي لكم هنا شلون صار تمن يخبل. طبعا بعد ما راح اسوي تمن بزل، بالذات الاحمر، بالذات التمن الاحمر ما راح اسويه بزل، راح اسويه كله كبس. لانه بنات اول مره اسوي التمن الاحمر كبس صراحه. قلت لكم ما رحت شاركه وياكم، بس قلت لا والله شاركه اليوم. اللي صار ضبط، ما ضبط هو قدامهم راح يشوفونه، راح يصير شوربه. بس الحمد لله والشكر نجحت الطريقه حبايبي. طبعا شيء اكيد ويا السمك اليوم التمن الاحمر اكيد الخضره والبصل الاخضر هذا اللي يخبل جاب لنا اياه ابو علي. ما احكي لكم بنات كلش ناعم، يخبل حتى الورق مالته كلش ناعم، يعني الورقايه مالته بعدها غرو. هنا طبعا صبيت التمن وخليت السمك، وقلت لكم اشياء اكيد الخضره والطرشي والليمون. بس اللبن يقولون مو زين ويا السمك، ما خليت لبن انا اليوم ويا السمك. وهذا كان غدانا اليوم بالاجواء الشتويه. وسهمنا وسهمكم الف عافيه. اخر لمسه طبعا هي للسمك هو شويه السماق، وهم عندنا مشكله ابو علي ما يحب السماق على السمك، فخلينا على نص من عنده سماق، والنص الباقي ما خلينا له هذا سماق. وسهمنا وسهمكم مليون الف عافيه حبايبي. شوفوا شلون مقرمشاتي خبلان. طبعا هنا برا الغداء وهوست الغداء تعرفون انتو، قلت لكم اليوم الاجواء شتويه. فبهاي الاجواء الشتويه احنا بدون اجواء شتويه الدنيا تصمت صمت، واحنا القهوه ما عاي فيها. النوب اجواء شتويه وتردوا ان نعيف القهوه؟ لا مستحيل. سويت لي فنجان مال قهوه يخبل على هاي مالت الشمعه. طبعا انا هناك يعني مكملته خليتها هنا بس بمجرد على الحروره. كان اكو شويه حلويات باقيه من الجهال، فهنا قعدت ارتاح طبعا، وقعد كنت اباوع على التليفون، وقعد اشوف التعليقات مالاتكم اللي تخبل. فهي هنا انا من سويت شفت التعليقات خطيه مال هاي البنيه، فقلت لازم اليوم اذكرها بالتعليق. ماشي حبايبي. واسفه خاف ما قاعده ارد على تعليقاتكم كلها حبايبي، والله العظيم انسى. لو تدرون انا سدت المونتاج هسه مرتين، يلا قدرت ارد على التعليق. هنا طبعا شنو عندي؟ هذا طبعا عشاء البارحه بنات. عندي هنا لحم مثروم، وعندي هناك رفس ثارمته وبصل بارشته بالمبراشه. بس هنا شنو انا راح اخلي بنات اليوم؟ ما راح اخلي طحين. عندي بقايا مال صمون نقعتها وراح اخليها علي. عندي هنا طماطايه كلش صغيره خليتها على الكباب بنات. الطماطايه يعني اذا وحده على هيك كميه تعطي طعم يخبل. طبعا شيء اكيد البهارات ما ننساها، وشويه بابريكا وشويه فلفل اسود، واكيد الملح. وهنا بنات عجنته بس ما احكي لكم على الطعم مالته بنات. من سويتها بالصمون يعني من نقعت هيك وعصرته حلوه، شلت المي مالته ما خليت بيه مي، يعني ما يصير عند الكباب كلش لين. شوفوا بنات هسه هنا هو قدامكم هاي بقايا ما صمون بنات، بس نقعتهن وعصرتهن عصره معدله. وهنا بديت اقلبيها طبعا كان عشان البارحه. طبعا شي اكيد على الطباخ البرة، قالت لكم اني نهائيا ما اسوي اي شيء بالطباخ الجوا، كله على الطباخ البرة. هنا طبعا كانت الباحة الوطني طافية، فشنو طلعت هذا البريمز هم فايدني برا، انا اقلع عليه دائما لان تعرفون انتو شوية بس الجو لو مطرت لو هاي رأسا احنا الوطنية يطفوها.
اليوم هي ما دامها ماطره قعدنا الصبحيه من الصبح لحد 11 يلا جتنا وطانيه. احنا حتى خفنا قلنا احتمال يجوز عطلت، بس الحمد لله اجتي. هذا طبعا الباحة كان عشانه، وسهمنا وسهمكم مليون الف عافيه حبايبي. طبعا شي اكيد التمر والروبه هاي السوالف، يعني واحد شويه يطي لمسات للصينيه مالته او السفره مالته. ولي هنا او يخلص الفيديو مالتنا، واقول لكم احبكم هواي، ومع الف الف سلامه حبايبي.